اسمي مولاي إبراهيم الشريف. أحضر أمامكم اليوم بصفتي رئيسا للمجلس البلدي لمدينة السمارة، إحدى أكبر الأقاليم الصحراوية المغربية، بعد انتخابات حرة ونزيهة شارك فيها الناخبون الصحراويون بكثافة، حطموا فيها كل الأرقام القياسية من حيث نسب المشاركة. وهذه المشاركة المكثفة هي التي تمنحني الشرعية لتمثيل سكان الصحراء المغربية، وتعطيني الحق في التحدث باسمهم أمام المجتمع الدولي. أتوجه إليكم بصفتي الشرعية هذه لأقولها لكم بصراحة وبأعلى صوتي: إن دموع التماسيح التي يذرفها ممثل البوليزاريو أمامكم لا يمكن أن تنطلي علينا نحن الصحراويون، فنحن نعرف بعضنا البعض، ولأننا نمثل عائلة واحدة فإنني أتوجه إليهم داخل هذه القاعة بكل أخوة ومحبة وتجرد، وأدعوهم لتحكيم ضميرهم والوقوف وقفة تأمل لمراجعة مواقفهم لما فيه مصلحتهم ومصلحة أهلهم وذويهم بمخيمات تندوف، ثم لما فيه مصلحة وطننا أولا وقبل كل شيء، لأن هذا الوطن الكبير الذي هو المغرب هو الذي سيحتضننا جميعا في نهاية المطاف. سيد الرئيس، كممثلين حقيقيين للسكان الصحراويين بالمغرب فإننا واعون تمام الوعي بصعوبة الموقف، ولهذا السبب ما فتئت السلطات العمومية المغربية تمد يد المصالحة والسلام، وتتقدم بالاقتراحات الكفيلة بتسهيل عملية التقارب والتخلص من تركات الماضي رغم جوانبه الأليمة، وفتح صفحة جديدة بين الأهل والأحباب والجيران. في هذا الإطار تقدم المغرب بمشروع الحكم الذاتي الذي يعطي للأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا يمنح لأبناء المنطقة صلاحيات مهمة لتسيير شؤونهم بأنفسهم في إطار السيادة المغربية، وهو الاقتراح الذي يأمل المغرب ونأمل جميعا من خلاله وضع حد لهذا المشكل وتجنيب المنطقة أسباب التوتر وعدم الاستقرار. وإذ ينطلق المغرب في هذا الاتجاه فإنه يفعل ذلك إيمانا منه بأن الهدف من هذا المشروع الكبير ليس فقط التنمية المستدامة، بل أيضا باعتباره حلا سلميا وديمقراطيا للتعامل مع ملف الصحراء المغربية من خلال أجهزة تمثيلية ذات اختصاصات فعلية وتنفيذية وإمكانيات بشرية ومالية كفيلة بإنجاح عملية التدبير المحلي، مع احترام خصوصيات المنطقة في إطار الوحدة الوطنية والسيادة المغربية على كامل التراب الوطني. شكرا جزيلا سيد الرئيس.